بسم الله الرحمن الرحيم. من الأهداف الأساسية وأنا باتفاعل مع القرآن هو إدارة النفس بوعي، وإدارة النفس بوعي ده مقسوم لجزئين، تركيز أوي على الإدارة، إن أنت إزاي تسوق نفسك، والجزء الآخر هو تربية النفس، وطبعًا ما فيش أقوى من القرآن اللي خلقك، كلام اللي خلقك، إن هو يربيك مباشرةً، فأنت كده بتعمل عملية تربية لنفسك، أوكي، عن طريق كلام ربنا. أوكي. الآية 42 من سورة المائدة لفت انتباهي قفلة الآية إن الله يحب المقسطين، ده آخر جزء في الآية. أوكي، إن الله يحب المقسطين. طبعًا فكرة إن الله يحب، إن أنا أبقى شايف حاجة ربنا بيحبها، أوكي، ودي صفة بقى. طب أعمل إيه؟ ربنا ذكر الصفة دي 3 مرات في القرآن، إن الله يحب المقسطين. فكرة إن الله يحب دي تخلّيك عايز تعرف إزاي تتحلّى بالصفة دي. يعني إيه مُقسِطين؟ المُقسِط هو الراجل الfair، الراجل اللي بيتعامل بعدل ومساواة وما بيتحيّزش خالص، هو fair، هو مع الحق على طول، أوكي؟ فطبعًا دي حاجة كويسة جدًا، quality عالية جوّه الإنسان. طب ليه ربنا بيحب الصفة دي؟ أولًا العدل من صفات ربنا، أوكي؟ فلمّا ربنا يشوف العدل في عبد من عباده، أكيد هيحبه، أوكي؟ لإن دي حاجة محتاجة effort، أنت مش سهل إن أنت تبقى fair، دي عايزة تدريب، أوكي؟ العدل بيخلّي المكان اللي فيه الراجل الfair ده مكان صحّي وآمن وسليم. يعني تخيل مدير fair، كل الteam اللي هيبقى شغال معاه هيبقى شغال وهو مرتاح ومتطمن ومبسوط. ليه؟ لإن هو عارف إن حقه محفوظ، لو حصل أي حاجة، وقع عليه ظلم مثلًا، المدير الfair ده هيجيب له حقه، فما يبقاش في مشكلة. الشخص العادل بيبقى عنده تقوى لإنه بيخاف من ربنا، أوكي؟ فدايمًا بيبقى عايز يمشي مع الحق. يعني الشخص المُقسِط الfair ده هو شخص مختلف تمامًا، لإن هو مشغول دايمًا بالحق، هو دايمًا عايز يمشي مع الحق. ولو ركّزت هتلاقي إن الشخص ده أكيد هو شخص محبوب، كل الناس بتحب تتعامل معاه. طب أنت بقى إزاي تربّي نَفْسك إن أنت تبقى fair، تبقى من المُقسِطين عشان توصل للlevel العالي ده؟ 6 حاجات. أولًا التقوى، إن أنت تخاف من ربنا، ولو أنت فعّلت الfeature بتاع التقوى ده جوّاك، وإن أنت خايف من ربنا، ربنا هو اللي بيتولّى الباقي بقى، هو اللي ممكن يوصّلك لحتّة إن أنت تبقى راجل مُقسِط، يخلّيك fair، أوكي؟ إن أنت تدرّب نَفْسك على الصبر، لإن في أوقات كتير أوي ال إن أنت تقول الحق، أوكي، هيحصل عليك ضغوط، أوكي. تخيل أنت مثلًا في موقف ما بين ابن خالتك وما بين واحد تاني غريب أنت ما تعرفوش، بس الغريب ده هو اللي معاه الحق، وأنت رُحت للغريب ده وقُلت هو اللي معاه الحق. الأهل كلّهم ممكن يضغطوا عليك، أنت إزاي تعمل كده في ابن خالتك يعني، أوكي. فدي محتاجة صبر، إن أنت تصبر على الضغط اللي أنت هتبقى فيه، أوكي. ال لازم تتحلّى بصفة النزاهة، تبقى نزيه وأمين، أوكي، يعني مش بتاع مصلحتك خالص. رابع حاجة يبقى عندك حكمة، أوكي، لإن أنت عشان تبقى fair لازم تبقى فاهم أعماق الأمور نفسها، عشان تعرف تعمل الjudgment مضبوط. وطبعًا الراجل الfair ده، المُقسِط ده، هو مش بيحكم على حد. فده بعيد كل البُعد عن إن هو يبقى عنده الjudgment على الآخرين، إن هو بيصدر أحكام، ما عندوش الحتّة دي. يبقى عندك قوة وشجاعة، أوكي، علشان أنت هتواجه ظُلم، أوكي. وآخر حاجة يبقى عندك إحسان ورحمة، إن أنت تكون بتعمل أعمال الخير ده بlevel، يعني اللي هو كرم، إن أنت بتعمل الخير بكرم، أوكي، ويبقى عندك رحمة وعفو مع الآخرين وعندك التسامح. آآ ده التدبُّر بتاعي لإن الله يحب المقسطين، وأتمنى إن ربنا يجعلنا كلنا من المقسطين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.